الزمالك الى نهائي كاس مصر. يا عم بسيرو، انت دلوقتي بتلعب سيراميكا، فرقه محترمه معاهم لعيبه كويسه، معاهم مدرب محترم. علي ماهر، بالنسبه لي انا علي ماهر افضل مدرب في مصر، بيلعب كوره حديثه وجيم مفتوح. انت بتلعبه 3 4 3، ما عنديش مشكله في الماتشات اللي زي دي تلعب 3 4 3، واحنا قلنا الكلام ده ما عنديش مشكله. طيب انت ليه بتلعب بس ناصر ماهر وعبد الله السعيد الاثنين طرفين؟ الاثنين دول اصلا صناع لعب، لعيبه 10، ما ينفعش، مش جايبه معاهم الاجنحه دي خالص، ما ينفعش. الطريقه بتاعتك اصلا ما فيهاش 10. فانا مش عارف ليه بتلعبهم جناح، ده جناح يمين وده جناح شمال. ناصر ماهر انت ظالمه معاك، يعني سوء اداؤه بسببك. ده رقم واحد. رقم اتنين، طالما انت هتثبت الطريقه 3 4 3، العب باتنين نص ملعب، العب تمانيات، يبقى عندك اتنين لعيبه تمانيات. دونجا استغنى عنه خلاص كده، ده لعيب رقم 6 مش هينفع معاك في الطريقه دي. قعده بره، ولما تحتاجه وبنزله في اي ماتش. العب بمحمد شحاته ومحمود جهاد، عندك دول لعيبه تمانيات، يعرفوا يطلعوا ويعرفوا يرجعوا يدافعوا. ده اللي هيناسب الطريقه بتاعتك وهيديك شكل هجومي، وفي نفس الوقت هيسندوك في الدفاع. طيب انت ليه بتسحب سيف الجزيري؟ ليه سحبت سيف الجزيري ولما سحبته نزلتش ليه ناصر منسي مكانه؟ ليه حطيت مصطفى شلبي مهاجم؟ انا ما اعرفش، ده مش نافع في اي حته، مصطفى شلبي ده مش نافع في اي حته. لكن انت سحبت المهاجم، نزل مهاجم مكانه. ايه اللي ليه بتنزله في الدقيقه 90؟ الطريقه بتاعتك اصلا مبنيه على الهافونجات، ان هم بيلعبوا عرضيات، شغله كله من العرضيات. يعني انت محتاج مهاجم في الصندوق، ليه بتطلعه بتلعب من غير مهاجم؟ احسن ثلاث لعيبه بالنسبه لي في الماتش، محمد شحاته عالمي، صلاح مصدق هايل بصراحه في الشوط الثاني، ومحمد صبحي.